طوال مسيرة كريستيانو رونالدو الكروية عانى وخسر كثير بطولات، ولكن ما وصل لمرحلة أصعب من اللي وصلها مع نادي النصر. رونالدو صار يدعي حتى يحقق بطولة مع النصر. نعم، فرونالدو والنصر بيخسروا بطولة جديدة في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي. النصر بآخر 4 سنوات لم يحقق ولا بطولة محلية، بآخر 37 بطولة لعبها نادي النصر خسر 33 بطولة. يعني رونالدو وصل لمرحلة صار عارف إنه بعض زملائه بنادي النصر راح يغلطوا ويخسروا البطولة بشكل جدا سخيف. فخلص النصر كان باقي له 5 6 دقائق وبيتوج باللقب بشكل رسمي، ورونالدو بأحد الركنيات لنادي الأهلي حذر بنتو الحارس وحكى له لا تخرج من مرماك، ولكن ما سمع كلامه وتلقى الهدف وكان السبب فيه. بعدين النصر ما ترك بطولة إلا وخسرها بسبب ركلات الجزاء. معقول ما تعلموا من أخطائهم؟ ومع كامل احترامي، ليش لاعب مثل الخيبري ينفذ ركلة الجزاء بتواجد لاعبين بقيمة وجودة وإمكانيات وخبرة إنيجو مارتينيز وكومان؟ بصراحة ما بدي أحطم جمهور النصر، لسه الموسم بأوله، ولكن بهذه التشكيلة الأهلي الاتحاد والهلال أجهز من نادي النصر لتحقيق لقب الدوري السعودي. فبوشل تعذب من محرز، الخيبري ما كان له أي فائدة بالملعب، وبنتو نواف العقيدي هو المفروض يلعب وهو المفروض يغادر النادي. براي رونالدو بعمر 40 سنة عمل اللي عليه وأكثر في المباراة، وكان اللاعب الأعلى تقييم وحطم رقم قياسي جديد. أصبح هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم بسجل 100 هدف بأربع فرق مختلفة بالإضافة للمنتخب.